انا حصل معايا بعد العيد على طول، اول يوم نزلت فيه الشغل. طب شغال على المكنه زي دي بالظبط كده، واتعورت في ايدي. صاحب الشغل زلني عبال ما عملت العمليه، وكل شويه يذللني برضه. عملت العمليه فين يا يوسف؟ في مستشفى الاركان. انت اللي دفعت الفلوس ولا هو اللي دفع؟ ده انا بعد ده هو دفع لي الفلوس بذل، انا مش معايا فلوس ادفع، وقلت له مش معايا. قعد يذل فيا. نزلت بعد ما خلصت العمليه، الناس طلعوني تاني عشان هو يسيب يخلص باقي العمليه. لا احكي لي بالتفصيل بعد اذنك. انا دخلت العمل. المفروض ان احنا رحنا نعمل العمليه، ورحنا 7 مستشفيات عشان ندور على فرق السعر، لحد ما وصلنا المستشفى دي هي ارخص سعر. طب ليه ما عملتش العمليه على حساب التامينات؟ مكان ما فيش فاضي، مكان امكنه كبيره. اه واوتار، ودي اوتار واعصاب ما تقعدش لتاني يوم. وريني كده ايدك يا يوسف. ده هي كده انت كده بعد ما ليا شهر ونص كده كده الاصابه بتاعتي. كده الاصابه. وريني كده يا يوسف. انا الصباع ده كده ما بيتحركش، وده اتقطع واتوصل. ده ما بيتحركش. ده كده بعد ما خف، بعد شهر ونص وبعد العمليه. وبعد العمليه. طب انت بتشتكي من الراجل ده من ايه؟ ما ادانيش ولا جنيه. اللي هو لا علاج اداني ولا قبض اداني. قلت له انزل الشغل اعمل على قد ما اقدر، واديني حتى نص الاجر. ما رضيش. حاولت معاه بكل السبل، ما رضيش. طب انت دلوقتي بتشتغل فين؟ شغال مع واحد صاحبي. قال له اقف معايا ورزقنا بيه ربنا عشان خاطر عيالك وتعرف طبعا انت مش قادر تعالج نفسك، مش قادر تشتغل. بشتغل بايد واحده. ودي كده يعتبر بالنسبه لي انا مش هقدر اتنيها اكتر من كده. ولسه هو مع علاج طبيعي وعلاج وده كله. قلت له طبعا عشان حتى اعالج نفسي. يعني انت عايز تقول لي ان هو لغايه دلوقتي ولا بيبعت لك مصاريفك ولا بيبعت لك ولا اي حاجه؟ قلت له، قال لي راح راميني للتامينات، والتامينات ما بتديش الفلوس في ساعتها. قلت له اديني الفلوس كده كده، فلوس التامينات دي الشهر ده هيجي وانا هديهولك. انت شغال عند الراجل ده بقالك قد ايه؟ 12 سنه. 12 سنه. 12 سنه. 12 سنه رماك في الشارع. رماني كده في الشارع، واقول له انت رميتني، يقول لي اللي عندك اعمله. يوسف الكلام ده على مسؤوليتك الشخصيه؟ حصل. ما يرضي الله ما افتريت عليه في حاجه. احنا طبعا ما جبناش اسم صاحب المصنع، ولكن لو ما خدش استجابه وما استجابش للفيديو ده، احنا هنصور مع يوسف تاني ونقول اسم صاحب المصنع، لان طبعا مفيش حق بيكون وراهم طالب وبيضيع ابدا. طبعا زي ما حضراتكم عارفين يوسف ايده اتبهدلت وهو مش قادر يشتغل، ومحتاجين فيها عجز. فيها عجز. ربنا يا ابني يعينك. المره الجايه انا هصور معاك لو ما استجابش، وهنذكر اسم المصنع واسم صاحب وهجيب لحضرتك معايا فيديو الايد وهي متعوره، وهي بعد العمليه وهي متخيطه قبل ما افك الغرز. الكلام ده برضه حضرتك هديهولك. احنا نداء لوزير القوى العامله ونداء للاكتمالات الاجتماعيه، احنا فعلا محتاجين نقف جنب الراجل ده لان ايده فيها عجز. وطبعا هو كان شغال في المصنع اللي احنا ما ذكرناش اسمه ولا الراجل اللي احنا ذكرنا اسمه، فمن فضلكم تدخل سريع. شكرا. تحياتي اشرف شندي. شكرا يا يوسف. شكرا يا باشا.